بنبيع نفسنا. بعنا نفسنا عشان التمثيل. مش كده يا ريس؟ ابتدي. يا لهوي عليا يا امه وعلى سنين اهل السوق. مالك يا بت؟ مفيش يا اختي، كنت معديه اول امبارح على شارع السوق، ما انت عارفاه. حافظاه. قمت طلع عليا 3 كانوا هيتحرشوا بيا. وبعد امبارح طلع عليا 2 بردك كانوا هيتحرشوا بيا. طب وهتعملي ايه؟ اديني رايحه النهارده اشوف هيعملوا ايه. يا ولاد دول لو هيعملوا حاجه كانوا عملوا من اول مره، دول بلطجيه خش وقش مش زي اللي طلعوا عليا. هما طلعوا عليك انت كمان؟ هو مش باين عليا ولا ايه؟ باين على وشك يا حبيبتي، باين على وشك. الله، انت صح يا بنتي؟ ايه اللي منزلك 2 بالليل تمسحي المدخل؟ مش عارفه يا اختي، ضربت سجارتين طلبت معايا نظافه. والله طول عمرك يا بنتي تموتي في الكيف والعار. محمود عبد العزيز في الاثنين عسل عسل عسل. وقلت بدل ما انا قاعده فاضيه كده اما اشارك في حمله مسلمين ومسيحيين لنظافه الشوارع والميادين. صح يا بنتي فكرتيني. بمناسبه المسلمين والمسيحيين، ما طولش عليكي قولي طولي. طولي. اصل يا بنتي ابو حسين قرالي في الجورنال، ابو حسين قرالي في الجورنال بيقول لك بقى الايه، ايد خفيه هي اللي اشعلت الفتنه الطائفيه. يا وليه بلا ايد بلا رجل، احنا من يوم ما اتولدنا وفي فتنه يا ام محمد. لا يا ام كرولوس لا. لا 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 يا ام كرولوس لا. لا يا بنت، ما احنا طول عمرنا سمنة على العسل. وحتى يعني لو حصلت ما بيننا مشاكل ما مصارين البطن يا بنت بتتعارك، وبعدين اللي في القلب في القلب. على قولك والله طول عمرنا حبايب. يكشي بس هي مره لما الكنيسه ولعت اما شفتك جبت بطانيه ولا حتى بختي بق ميه. بس انا مسامحه. اسكتي، مش الميه كانت قطعه؟ يا سلام. وبعدين ما انت فاكره برضك يا اختي يوم كنا مسافرين جمصه وجم في الكمين مشوك انت وقالوا لي تعالي انت يا ام دقن. ما انت تستاهلي، ما انا ما قلت لك شكلك في الدجله ساعه. عملتها مش حلو مش حلو مش حلو والله. وبعدين انتوا برضو عليكم حاجات دايما متهضلنا، يعني ولا اسم واحد مسيحي ينزل في القرعه. قرعه يا بنت؟ قرعه الحج يا اختي، كلها محمد ومحمود ومصطفى. انا بقى صدقت دول مساكين. قرعه الحج. هو انتوا عايزين تشاركونا بدي كمان؟ ما انتوا بتلونوا معانا بيض في شم النسيم. ده فراعنه يا اختي، ده فراعنه يا اختي. هو بتاعكم؟ هو ده عيدكم؟ ده عيد الفراعنه. يا سلام. طول عمركم يا اختي حاسين ان انتم مضطهدين. يا اختي لو انتم مضطهدين قوي كده يتحبس 20 وزير ما يهربش منهم بره الا بطرس غالي. هنشتغل بعض. بس احنا مسامحين. بقول لك ايه، سيب اللي يهرب يهرب واللي يولع يولع، احنا حبايب. كفايه ان احنا طالعين في برنامج واحد مع استاذ اشرف عبد الباقي. برنامج جد جدا، برنامج ملوش دعوه باسمه.